السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت العزاز كيف دايرين؟ كاين شي شتا، كاين شي شمس، كاين شي صهد. احنا هنا صافي البارح واليوم دخلت الحرارة كيف ما كتشوفوا. هاد الفيديو صورته البارح وهذه راها كانت 8:30 ديال الصباح. كانت واحد الشمس ما نقول لكمش. كانت يعني الصهد، كان الصهد بصح. المهم الخوت العزاز اليوم غنطرقوا للموضوع ديال عيد الميلاد ديال يسرى اللي قبل منه. كان واحد اللايف كيجمعوا فيه السوبر شات باش يعني كيقول لك فلوس الكادو. ما عليناش الخوت بصحتهم وراحتهم. كل واحد كيدي كما كيقولوا اللي في رزقه. ماشي هذا موضوعنا. الموضوع هو ان ديك اللايف كان مكهرب، بمعنى ان السريعه كانت جالسه ما حاملاش راسها. وهذا الشيء لاحظناه ولاحظته انا براسي والله العظيم. مع نفسي قلت ما عرفت مالها، ما جالسه ما هياش ما حاملاش، وعينيها منفوخين باينه فيها باكيه. المهم كانت ما حامله حتى شي حد، كتهضر بالسيف. هذا الشيء باين وواضح اللعمه في الظلمه بلا ما يبقاو يمثلوا علينا. نجيو لنهار عيد الميلاد. نهار عيد الميلاد الخوت هاد الناس اللي كانوا محيحين وعرفتي الشعورات طايره في السماء الام فرحانه. اللي ام بكريشه باش ما نمشيوش مغالطين، ام بكريشه كانت فرحانه بحال اللي ما عندهاش جوج ولاد في السجن. باش تعرفوا الخوت علاش طرقت لهذا الموضوع. فقط كنثيروا انتباهكم الا بغيتوا تفهموا، الا بغيتوا اللي ما بغاش يفهم خليه هو كالقطيع تابعهم. باش هاد الناس تعرفوهم والله العظيم كيستحمروكم. ان راه ما فيهم لا بكريشه يعني وحدين. انا نعطيكم واحد المثال. انا مثلا لا قدر الله الاب ديالي غيكون في السجن وعارفه القضيه ديالو حامضه، وفعلا بكريشه الخوت اللي خصكم تعرفوه. راه ديك العناوين اللي كيتنداروا بكريشه غيطلق سراحه نهار اثنين، راه ديك الشيء غير تخربيق. راه بكريشه القضيه ديالو حامضه وحامضه بزاف، حامضه بزاف، وخصوصا من تعتقل ومازال كيدوز في جلسات بشكايات وحدين اخرين من غير داكشي اللي مقبوط عليه. راه القضيه ديالو خذوها من عندي بالتصحيح حامضه. الله يدير ليه شي تاويل الخير. راه حنا الحبس ما نبغيوش حتى العدو ديالنا. حنا فقط انا مازال كنقولها لكم، كنطلعوا كنقولوا الراي ديالنا في هادشي اللي كيدور على الفيديوهات ديالهم باش ما كنظلموا حد، ما كنتعداو عليهم، ما كنمشيو نكذبوا عليهم كما قلت لكم. نرجعوا للموضوع عيد الميلاد. كيف ما شفتوا السيد معتقل، السيد القضيه ديالو كما قلت لكم حامضه بزاف، وهما يا الخوت جالسين شطح ردح وكانهم في قمه السعاده. تقولوا لي ويبدلوا وهذا، سمحوا لي يا خوتي لان هذه راه كيف ما كيقولوا ماشي مشى للعمره، ماشي سافر غير في واحد المدينه وغيرجع. راه هذا السجن، راه بحال شطح ردح والدنيا مهزوزه. وما على بالكمش بان لا ما فهمتش انايا واش هاد المتتبعين مازال ما بغاوش يحلوا عينيهم. راه اخوتي بحال هاد الفيديوهات كنديروهم فقط باش يعني على الله تفهموا شنو كيوقع. هاد شوفوا انا نقول لكم. شكون اللي متاثر بموضوع بكري وبالسجن بكريشه؟ شكون اللي متاثره البنت الصغيره فاطمه الزهراء. فعلا هذيك البنت متاثره بان باها مشى للسجن، فعلا ان بقى فيها باها مشى للسجن. السريعه والبنت الكبيره غير التمثيل ولا حتى ديك الام. والدليل على ذلك حلين على راس دقيقه هذه تحل اللايف هذه تطفى، هذا تحل اللايف هذه تطفي، هذه دير فيديو هذه تحط. واش عباد الله انا ما يكونش عندي الخاطر؟ انا غنكون كنجري في المحاميين وغنشوف شنو كيفاش نفك با من هاد الجره. وتلا طلعت غنطلع نستعطف الناس انهم يتنازلوا، نستعطف حتى المخزن انه يدير يعني يدير بعين الاعتبار اننا بنات وبقينا بوحديتنا. غادي نكون انني كنفكر فقط في الموضوع ديال الاب ديالي نفكو من ديك الجره. ماشي نمشي لهنا ونمشي نفطر الفطور الشمالي ونمشي نتكسل ونتكسول بديك الشوينطه زعما راني ما عرفت شكون. اختي يا اختي انا بعدا والله العظيم تنشلل يدي عليكم. ما فهمتش انا البارح شفت الفيديو ديال عيد الميلاد. اقسم لكم يمينا بقيت حاله فمي، بقيت مصدومه كنقول واش هادو دابا وغدا يطلع وحده فيهم تتبكي وتشكي وتقول لك بابا في السجن، بابا في السجن، ويجلسوا كيأزموا في هما شبعوا شطيح مع راساتهم وفوجوا على قلبهم ويطلعوا لغد ليه
يستحمروا المتتبعات والمتتبعين ديالهم ويبقاو يبكيو ويشكيو ويأزموهم، حيت الناس ما ناقصاش مشاكل. الناس راه في حياتها، راه كل واحد اللي ما عنده القليل، اللي ما عنده الكثير عنده القليل، اللي ما عنده الكثير الكثير عنده القليل. كل واحد وراه كيفاش جاتو، راه ما ناقصينش حنا عاد نزيدو همكم. والمناسفة اللي تناسفتوها قبل اللايف او في نهار اللايف بالضبط اللي قبل عيد الميلاد، علاش كتطلعوا تضحكوا على المتتبعين؟ ديروا راسكم متفاهمين ومتماسكين مع بعضياتكم، وانتم متقاتلين كتقاتلوا قبل اللايف، وراه داكشي كان باين وواضح. المقربين ديالكم هما اللي قالوا هاد الهضره، كنتم متضاربين وقالوا والله اعلم انكم متضاربين على شي سناسل ديال الذهب. يعني باش تعرفوا الخوت بان هاد الناس الهم ديالهم هو الفلوس، هو الذهب، هو المشاريع، هما وانتم المساكن. شنو نقول لكم؟ تعاطفوا زيدوا تعاطفوا مع من لا يستحق التعاطف، لان فعلا ما يستحقوش. حيت وراء الكاميرا راه تيكون شكل، وامام الكاميرا راه كيكون بحال ديك المسلسلات المغربيه اللي كتفرجوا فيها، بحال ديك اش نقول لكم، الافلام التركيه، بحال ديك الشكل. كل نهار خصهم يطلعوا لكم بحلقه، ولكن وراء الكواليس كتلقى ديك الممثلين متضاربين ما متحاملينش، وحده كطعن في وحده، كيصيبوا وحده تحيد باش تدي البطوله الاخرى. هكاك هما، حتى هما هكاك متضاربين على شكون تصور كتر، شكون يكون عندها الادسنس كتر، شكون يكون عندها الاملاك كتر. وانتم حتى الفوقاش انتم ديروا اللايك الخوت، ديروا اللايك. واش حنا ما نستاهلوش اللايك؟ عباد الله ديروا اللايك، كتبغيونا ديروا اللايك، ما كتبغيوناش ديروا اللايك، ما نتخلصوا شي عليه. شنو نقول لكم الخوت؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله. والله الا هادشي كيضر في الحق، في الخاطر زعما. لان انا كنشوف بكريشه ما هو لا با، بالعكس انا كنت كنكره التصرفات ديالو، وداكشي اللي كان كيخرج بناته ومراته ويزوميلهم وداكشي اللي كنا كنشوفوه كاملين. ولكني مع ذلك انا بقى فيا، اقسم لكم يمينا لا بقى فيا. في الوقت اللي بناته، اللي كيقول لك حنا ماشي بناته، غنقول بنته ومرته باش ما نجمعش، وحتى الام ديالو فرحانين وناشطين وبخير وعلى خير، بخير وعلى خير. واخا كان هذا عيد الميلاد غادي توقف الحياه عليه، ما نديروش والاب ديالي في السجن، والله ما نديرو انا والاب ديالي في السجن وما عرفاش المصير ديالو، والقضيه ديالو حامضه مزيانه الخوت. راه ماشي ديكشي، ماشي ديك العناوين اللي كتشوفوها وتيقول لك لا وراه بكريشه غيخرج نهار الاثنين. لا 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 لا، ثقوا بيا، راه القضيه د بكريشه حامضه حامضه بزاف. وخصوصا الشكايات اللي تزادت، خصوصا الشكايات الخوت اللي كاينه بلا هذاك الشيء اللي مقبوط هو عليه. يعني وكل مره غيبقاو يستدعيوه الجلسه من السجن. دونك الله يدير ليه شي ولد الخير، الله يدير ليه شي ولد الخير. حيت السجن ما تبغيهش، حتى العدو ديالك اللي تكون كتكرهو وما عندكش معاه راه ما تبغيهش يتحبس، لان ما كاينش محسن من الحريه الخوت. الحريه شي حاجه كبيره والله العظيم. الواحد راه غير كيمرض وتيبقى في الفراش، ما تيخرج ما تيدخل، راه كيزيد يمرض. وانتم عارفين هذا الشيء وعارفين ان هذا الكلام راه صحيح. راه غير لا مرض وبقى محبوس في الدار، ما تيخرج ما تيدخل، راه تيكون حاسس براسو بحال اللي في السجن بصح. ف نترقاو شويه حنا المغاربه وما نبقاوش يستحمرونا هنا.